السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال. معايا النهاردة رسالة من قلب الحبيب. والحبيب هنا ممكن يكون زوج، ممكن يكون خطيب، ممكن يكون شخص في بداية الارتباط بيبعتها لشريكة حياته. رسالتنا النهاردة رسالة صادقة جدا، موجهة للحبيبة، ومطلوب منها انها تسمعها بقلبها وتحس بكل حرف فيها. رسالتنا النهاردة بتقول: رسالة من قلب عاشق ضحى بكل شيء علشانك، عاوز يعرف ايه هي خطيئته اللي بتحاسبيه عليها. هل ذنبي اني حبيتك بجد وكنت بخاف عليكي حتى من نفسي؟ هل كنت غلطان لما عملتك بطيبة وافتكرتي الطيبة دي ضعف فسقت فيها وبقيت مجرد أداة لتحقيق طلباتك وأوامرك؟ وفاكرة اني مدام بحبك هوافق على كل حاجة وأي حاجة من غير اي اعتراض. صحيح انا بحبك وفعلا دلوقتي مش قادرة اعيش من غيرك وبتعذب في البعد عنك، بس برضه انا عندي كرامة. انتي دوستي عليها ووجعتيني لما حسستيني اني مش اهم حاجة عندك، وانك ممكن تستغني عني في اي وقت وبرضه تقدري ترجعيني تاني ليكي في اي وقت، وكأني شخص مسلوب الارادة ومسحوب وراكي في سلسلة. ايوه، ما تستغربيش، ده اصح وصف لعلاقتنا، وتحديدا علاقتك بيا بيوضح انتي شايفاني ازاي. انا بني ادم مش ضعيف ابدا، وانتي عارفة كده كويس قوي، وشايفاني مع كل الناس بتعامل ازاي، وشايفة الناس برضو دول بيعاملوني ازاي. بس معاكي انتي بجد ما بعرفش اكون غير زي الاب اللي بيحاول دايما يحمي بنته ويفرحها دايما ويحقق لها كل اللي هي عايزاه. بس غالبا ده كان غلط، عشان خلاكي تنسي ان انا الراجل المفروض صاحب الكلمة العليا في العلاقة. الراجل هو اللي بيقود، هو اللي بيقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. مفيش مانع اخد رأيك في حاجة، نتناقش في حاجة، تختلفي معايا تتفقي معايا، لكن الطبيعي ان رأيي انا اللي في الاخر اللي يمشي. لكن اللي حصل انك انتي بقيتي متناسية وجودي تماما، بتتعاملي ان وجودي زي قلته، او ضامنة وجودي، انك مهما تعملي ومهما تشوفي ومهما هتقولي هفضل برضو متمسك بيكي. انا بحبك ومنكرش ده، لكن اللي انت بتعمليه كتير كتير قوي، وصعب اي راجل يقبله على نفسه وعلى كرامته. انا بصراحة حاولت ابعد وانساكي، لكن بجد مش عارف، كأن في حاجة كده خارجة عن ارادتي ربطاني بيكي. وفي محاولات كتير جدا من ناس انت عارفاهم كويس، هما بيمثلوا انهم عاوزين يساعدونا، لانهم شايفين علاقتنا ببعض غلط ومش لازم تكمل. هما مش عايزيننا نكمل سوا، وانا بصراحة ما بقتش عارف المفروض اعمل ايه. هل هم معاهم حق والمفروض امشي وراهم بقى واصدقهم وخلاص ونبعد وكل واحد يشوف طريقه، ولا نحارب عشان نكمل سوا ونكمل علاقتنا للاخر ونفضل مع بعض لنهاية العمر؟ او بمعنى ادق، احارب انا لوحدي، لانك انتي انانية، ما تعودتيش ابدا انك تضحي باي حاجة لحد غيرك حتى لو الحد ده كان انا متأكد انك مش هتضحي ابدا باي رفاهية من رفاهياتك ولا سلامك النفسي والهدوء اللي انت بتحبيه عشان تدخلي في حرب، حتى لو كان الهدف من الحرب دي ان حبنا ينتصر وعلاقتنا تكمل لنهايتها ونعيش باقي العمر مع بعض. انت عاوزة كل حاجة تجيلك لحد عندك وانت قاعدة كده هانم، ما تبذليش اي مجهود ولا تتعبي ولا تشقي ولا اي حاجة. والله جت خير وبركة، ما جاتش عادي يومين ويجي لحسن منها. وهي دي المشكلة اللي بيني وبينك، انا مستعد اعمل اي حاجة علشانك، لكن انتي ما عندكيش اي استعداد تعملي اي حاجة حتى لو بسيطة علشاني. فانا دلوقتي في حيرة، هل اكمل وافضل كده دور في مدارك انتي بس، راضي بكل اللي بتعمليه، وافضل في نفس الموال ده، شوية زعلان شوية حزين، واضحك وافرح في دقايق بسيطة قوي لما تكوني راضية عني، ولا ابعد واكمل في البعد وافضل حزين مش عارف انبسط من غيرك؟ بجد رغم كل اللي بتعمليه انتي فرحتي، انتي الحلم اللي عايش عشان احققه، بس اسلوبك وعندك وانانيتك بجد مش مخليني عارف اكمل ولا قادر استحمل اكتر من كده. انا تعبت،
انا حاسس ان انا مش انا روحي مسلوبة مني، ماشي مسلوب الإرادة، لأن إرادتي انتي استوليتي عليها. مش عارف أتخلص من تعودي على وجودك جنبي، مش عارف أتخلص من شعوري باحتياجي الدايم ليكي. انت عارفة ايه المشكلة؟ ان انا عارف انك مش هتقدري تقدمي لي ربع اللي انا بقدمهولك، ولا هتحبيني قد ما انا بحبك. الكل بيقولي ان انا استاهل انسانة احسن تحبني وتقدرني وتفهم احساسي وتخليني اعيش الحب اللي انا بحلم بيه، اللي للاسف مش عارف اعيشه معاكي. انا عارف نفسي، عارف ان انا بني ادم استاهل ان اتحب، بس هو قدري ان انا احبك انتي بس، ومش عارف اشوف اي حد غيرك، ومش قادر اشوف اي حد تاني ينفع شريك لحياتي غيرك. فانت مش عارف ده ذنب انا اذنبته ولا ده ذنب حد تاني انتي بتخلصيه. كل اللي انا عايزه اقولهولك ان بجد تعبت، ومش عارف هقدر اكمل كده لحد امتى، وهفضل في الحيرة دي لحد امتى. انا هدعي ربنا ان يقدم لي اللي فيه الاحسن ليا وفيه الصلاح ليا وليكي، ولو مكتوب لي ان اكمل معاكي فانا اكيد مش هقدر اكمل وانت كده، فانا هدعي ربنا ان يخليكي البني ادمه اللي ينفع اكمل معاها، البني ادمه اللي تقدرني وتقدر حبي وتفهم يعني ايه راجل معاها بيحميها ويخاف عليها. واذا كان هو بينفذ لك طلباتك فهو عشان بيحبك مش عشان هو ضعيف. فانا مش طالب منك غير انك انت كمان تدعي ربنا انه يخليكي بني ادمه احسن، وتحاولي كده تدربي نفسك انك تتخلصي من الانانيه والعند اللي عندك علشان نقدر نكمل مع بعض. ده لو يعني عندك اي نيه ان احنا نكمل مع بعض. وفي الاخر مش هقولك غير حاجه واحده بس، ان انا برضو لسه بحبك. ودي كانت رسالتنا النهارده من قلب حبيب موجوع بيعاني بعتها لحبيبته وشريكة حياته. نتمنى ان هي تسمع رسالته وتفهمها وتعمل باللي فيها. دمتم سالمين.